من أكتر السلطات المنعشة واللي أنا شخصيا بعتبرها وجبة كاملة متكاملة قيمتها الغذائية جدا عالية اللي هي سلطة العدس، وما بتاخد أكتر من ربع ساعة تحضير. لا تنسوا تدعموني باللايك والسبسكرايب ويلا نبلش. أول شي خلينا نعمل الدريسينج واللي هو عبارة عن 3 ملاعق زيت زيتون، أيضا نفس المقدار عصير ليمون حامض، ملعقة صغيرة سماق، نصف ملعقة صغيرة كمون، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملح حسب الرغبة، وملعقة صغيرة خل أبيض. بخلطهم منيح يدويا أو بالهاند بلندر اللي متوفر عندكن. وهيك صار معنا الدريسينج جاهز. هلا عندي كوب عدس منقوع ومسلوق منيح ومصفى من المي تبعه، كوب بندورة مقطع على مكعبات صغيرة، بصلة حمرا متوسطة الحجم أيضا مقطع على مكعبات صغيرة، كوب حب رمان وحزمة صغيرة بقدونس مفروم. بخلط المكونات شوي صغيرة وبعد هيك بضيف الدريسنج اللي عملته من شوي وبقلبهم دقيقتين لتختلط كل المكونات مع بعض البعض. وهيك صارت سلطتنا جاهزة. أما بالنسبة للتقديم واللي هو اختياري طبعا بصحن تقديم مناسب، فرشت كمية مناسبة من الخس المقطع مثل ما انتو شايفين، حطيت فوقهم السلطة وزينتهم بشوية بقدونس ورمان. مزيج الألوان كان مميز جدا وبيفتح النفس، والطعم أيضا فوق الخيال. جربوها وادعوا.